شوفوا يا اخوان، بعلمكم اليوم طريقة زراعة البذور الموسمية خصوصا وبالتربة الرملية سريعة التصريف. طيب، عندي انا شنو هنا؟ عندي جحويان، اوريكم الحين شلون ابذره. طبعا تجيب منطقة كذا، خصوصا اذا كان المطر السنة هذه مو كثير، لان هذه البذور الصغيرة هذه من تنشف على الارض شوي سطح الارض تموت، فلازم تكون الارض منقعة اقل شي اسبوع. فانت شو تسوي؟ تجي منطقة زي هاي تبللها انت بشو اسمه زي هذا، شايفين هذا كله؟ تكب حق المويه هذا القلن 5 قلن، تكبه هنا، تخلي الارض كلها تنقع. عقب تسوي باصبعك كذا، لان هذه البذور صغيرة فمو لازم تعمقها بالارض. طبعا اسوي كذا ليه؟ لان الكمية اللي عندي قليلة فبحرص عليها. اللي عنده كميات كثيرة يطشها طش وان شاء الله تجي، لكن انا شايف كيس صغير، فالكمية الصغيرة لازم اتعاهدها واحطها مكان اكون عارفه، وبالطريقة اللي هذا يقول لكم عليها، ان الارض لازم تكون انت منقعها. طيب سويت كذا باصابعك ممتاز. تجي عليه دقيقة، شوف يا اخوان الحين براس اصبعي هذا الجحويان، شوفوا هاجي على الفتحات هذه وامليها، شايفين كيف امليها كذا، حرص انها تكون داخل الفتحة. ممتاز. عقب لا خلصت جبت رمل ناشف مو مبلل، طشيته فوقه، يعني كذا طش خفيف مو قوي، عشان بس تسكر على البذرة. طيب كذا تشوفون طش خفيف بس اساس بس تغطي البذرة. عقب يا اخوان تجيبون ثاني مرة القلم ها تعبونه وتبقرونه من تحت بقرة مسمار وتخلونه فوقه، بحيث انها راح تظل تنقط عليه اسبوع كذا او 3 ايام، فتظل الارض منقعة. تضمن ان شاء الله انه راح تظل الارض منقعة وما تنشف ويموت البذور عندك. شوفوا يا اخوان، حطيت هذا حق المويه هنا فوق المكان البذرة اللي سويته انا. طيب تجيبون المويه، طيب